مساء الخير على حضراتكم وسهرة بتتجدد كل يوم مع حضراتكم من خلال بيت العيلة. والنهاردة إن شاء الله يعني كالعادة بنحتفل مع حضراتكم بشهر شعبان، تمهيدا لاحتفالاتنا اللي محضرينها لحضراتكم في شهر رمضان الكريم إن شاء الله اللي خلاص على الأبواب. وأولى فقراتنا النهاردة هيكون معانا فيها إنشاد، هنستمع إلى أحلى وأجمل الإنشودات بصوت عذب جميل منورنا النهاردة. وخلوني أرحب بضيفي الأستاذ أحمد سالم العطواني المنشد الديني. أستاذ أحمد أهلا بيك، منورني. أهلا بحضرتك، ربنا يبارك فيك، كل عام وأنتم بخير. وطبعا خير ما نبدأ به هذه الحلقة هو كلام الله عز وجل، هو القرآن الكريم. هنستمع إلى تلاوة من صوت الأستاذ أحمد. أستاذ أحمد هتتلو علينا إيه؟ ربنا يبارك فيك. آيات من سورة البقرة، شهر رمضان الذي أنزل فيه شهر رمضان. اتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان، فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. يعني خير ما بدأنا به هذه الحلقة هو يعني كلام الله سبحانه وتعالى، الإعجاز
اللي يعني تحدى به العالم كله بأسره، محفوظ من عند ربنا سبحانه وتعالى. سبحانه وتعالى. الابتهالات يعني بعيدا عن تميزها الشديد في شهر رمضان المبارك، ربنا يعني يبلغنا هذا الشهر الكريم آمين يا رب. يعني غير فاقدين ولا مفقودين. آمين يا رب. الحقيقة اتعودنا من زمان قوي على الوقت اللي قبل الفجر نستمع إلى القرآن الكريم، ثم إلى الابتهال حتى أذان الفجر. مظبوط. فالحقيقة احنا كلنا تربينا يعني على هذه الأصوات العذبة الجميلة التي تتلو كلام الله سبحانه وتعالى، القرآن الكريم، واللي بنسمع منها يعني أجمل الأناشيد. صحيح. من هو مثلك الأعلى في الإنشاد؟ يعني وانت صغير كده لما كنت بتستمع كنت بتتمنى كده أو مين اللي حببك في هذا الموضوع؟ والله لما كنت يعني دايما طبعا يعني ستي الله يرحمها رحمة الله دايما عليه وعلى أمواتنا كانت جميعا. تشغل الراديو، مهم. فاحنا متعلقين جدا بالراديو، مهم. متعلقين جدا بإذاعة القرآن الكريم. فنسمع بقى الفجر، تلاوات الفجر وابتهالات، والابتهالات الفواصل اللي بتبقى في النص على مدار اليوم. فدايما نسمع مثلا نقشبندي، اسمع مثلا تواشيح دينية زي مثلا إليه به سبحانه وتوسلوا. فيعني كانت التواشيح دي بصراحة أثرت جدا في الواحد يعني. فطبعا النقشبندي بصراحة كانت يعني كان أداء أول تعلقت بالنقشبندي رحمه صحيح. الله. أعتقد أنه الشيخ النقشبندي رحمة الله عليه أخذ الابتهالات في منطقة تانية خالص. تمام. غير مفهوم الابتهالات. تمام صحيح. بهذا الصوت طبعا المميز العذب. هي كل مبتهل وله أدواته الخاصة. صحيح. بنشوف كل مبتهل، ما بنسمعش اتنين بنقول دول زي بعض. وهو المبتهل لازم يضع البصمة بتاعته. صحيح. يعني ما يقلدش مثلا كل اللي هو موجود، لا يعني التجديد مطلوب خصوصا في الابتهالات، وحتى صحيح. في القراءة نفسها لازم التجديد، يكون هناك تجديد باستمرار ومتكرر. لو ما فيش تجديد هي السامع سيشعر بالملل. صحيح. طيب الحقيقة يعني حتى في الأوقات العادية بقى، بعيدا عن شهر رمضان الكريم وبعيدا عن المناسك الدينية، الابتهالات في حد ذاتها حاجة كده مريحة للقلب. روحانية. صحيح. يعني الواحد لو كل يوم قاعد يستمع ليها وقت الفجر، لو يدورها ويسمعها وهو في العربية أو غيره، بيشعر كده براحة نفسية. صحيح. تفتكر إيه السبب وراء هذا الموضوع؟ والله هو يعني ايه برضو تعلقها الديني مثلا فكرة التضرع إلى الله مثلا، التضرع إلى الله فيها أو دعاء، تسبيح الله وملكوت الله، أو مدحا في النبي صلى الله عليه وسلم، مدحا في آل بيته، أو مثلا يعني الكلمات نفسها كلمات معبرة، وكلمات يعني إيه يعني، وإذا كان المبتهل ينطقها من الإحساس الداخلي فتصل لقلوب المستمعين. طيب خلينا نبتدي النهارده مع فضيلتك وتسمعنا إيه النهارده؟ إليه به سبحانه أتوسل. نبتدي بيها إن شاء الله. طيب اتفضل. إليه به سبحانه أتوسل، إليه به سبحانه أتوسل، وأرجو الذي يرجى لديه، وأرجو الذي يرجى لديه، وأرجو الذي يرجى لديه، وأسأل فسبحان من عنت الوجوه لوجهه، فسبحان من عنت الوجوه لوجهه، ومن كل ذي عز له يتذلل، فسبحان
فسبحان من عنت الوجوه لوجهه فسبحان من عنت الوجوه لوجهه ومن كل ذي عز له يتذلل فسبحان من عنت الوجوه لوجهه ومن كل ذي عز له يتذلل جواد مجيب متعطف جليل جميل منعم متفضل فيا غافر الذلات وهي عظيمة ويا نافذ التدبير ما شاء يفعل أجب دعوتي يا سيدي أجب دعوتي يا سيدي واقض حاجتي سريعا فشأن العبد يدعو ويعجل وصلي وسلم وصلي وسلم كل لمحة ناظر على أحمد ما غن في الروض بلبل. الله، يعني الواحد بجد قاعد بيستمع ويستمتع ويسرح يعني في ملكوت الله سبحانه وتعالى، في مناجاة الله سبحانه وتعالى والدعاء والتضرع له أن يغفر لنا ذنوبنا جميعا يا رب. أنا عايز أتكلم شوية عن الإنشاد في مصر. هل الإنشاد له مدارس خاصة؟ اللي يهوى ويغوى الإنشاد وعاوز يتعلم الفن ده ممكن يروح فين؟ ممكن إيه الأماكن اللي هل في؟ يعني كلمني كده عن الإنشاد في مصر أو مدارس الإنشاد في والله مصر. هو يعني الإنشاد مر بعدة مراحل. طبعا هو يعني منذ بدء الخليقة، ودائما الأناشيد الروحانية والأناشيد الدينية متواجدة منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم مثلا. ونجد الصحابي الجليل سيدنا حسان بن ثابت وسيدنا عبد الله بن رواحة كانوا يعني ينشدون الأشعار في حضور النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعجب. وكعب بن زهير عندما أهداه النبي صلى الله عليه وسلم بردته الشريفة بانت سعاد. يعني اتخذ الإنشاد الديني منحنى يعني فضل يتصاعد، وخصوصا في العصر العباسي. الآن في مصر يعني في التسعينات، في منتصف التسعينات كان هناك يعني بعض يعني بقيادة الإذاعة المصرية الشيخ طه الفيشني والشيخ محمد عمران وسيدنا الشيخ النقشبندي. فيعني اتخذ الإنشاد منحنى جيد للغاية. يعني اليوم نرى على الساحة مدرسة الإنشاد الديني الشيخ محمود التهامي والشيخ طه الاسكندراني، في مدارس شامية، وفي طبعا اجتهادات بتبقى اجتهادات فردية يعني. بس هو حاليا يعني نقابة الإنشاد الديني بقيادة الشيخ محمود التهامي وعميد الإنشاد في مصر الشيخ ياسين التهامي، يعني مدرسة جيدة للغاية. وأنا عن نفسي تخرجت من هذه المدرسة
ويعني الشيخ طه الاسكندراني له أفضال علينا كثيرة، يعني لا نحسبه. طيب ايه مواصفات المنشد؟ والله هو المنشد أول حاجة يجب أن يتمتع بصوت عذب. تاني حاجة برضو يجب القدرة، يعني في ناس كتيرة عندها الصوت العذب لكن ما عندوش الموهبة اللي هو ايه، كدراسة العرب وكدراسة المقامات. مهم. يجب ان هو ايه يكون رزين، يعني يمتاز بالرزانة. زي مثلا تسمع المنشدين او المبتهلين في الإذاعة، لا لهم مش اي حد صوته حلو يستطيع ان هو يبتهل. صحيح. مهم. فيجب ان يتميز بالرزانة ويضبط المقامات الصوتية ويتنوع ويتقلب بينها، يعني ايه بيحتاج الامر ده بيحتاج لدراسة. وحتى وإن لم تكن دراسة فهي بالفطرة، يعني تكون عنده بالفطرة الصليقة دي، ان هي تكون عنده ان هو يستطيع ان هو ينتقل بين المقام والمقام، والإحساس ان هو يحس بما يقول، و يعني يجذب انتباه السامعين بما يقول، يعني مش يقول ايه كلام كده وخلاص، لا يعني ايه لازم يحس باللي هو يقوله. طبيعي طبعا، بالإضافة إلى مخارج الألفاظ طبعا الواضحة، ويعني ده شيء كمان أساسي. إنه يكون متقن للغة العربية علشان صحيح. يعرف إزاي يقول الإنشاد. صحيح. الحقيقة يعني الإنشاد برغم العصور أو الفترات والمراحل اللي مر بيها، إلا إنه دائما هو متميز طبعا، دائما. وخصوصا بنلاقي المصري والمصري متميز صحيح. جدا. حاجتين مهمين فيه قوي: الكلام اه والصوت العذب اللي بينقل هذا الكلام. والحقيقة احنا متحمسين جدا ان احنا نسمع يعني ابتهال اخر منك من صوتك الجميل الحقيقة اللي احنا مستمتعين بيه النهاردة ربنا يبارك في فيك. سهرتنا مع كل السادة المشاهدين، مشاهدي بيت العيلة. فهتنشد لنا ايه دلوقتي؟ بمناسبة اقتراب شهر رمضان، شهر الصيام فريضة من صام. اتفضل. هي الأنشودة دي يعني لحنت بمقام الكرد، تمام. فهنعطيها وصلة إنشادية بمقام الكرد يعني. شهر الصيام، شهر الصيام فريضة من صام، من صام رمضان جوزي في الجنان، من صام رمضان جوزي في الجنان مقاما، شهر الصيام فريضة من صام رمضان جوزي في الجنان مقاما، شهر الصيام فريضة من صام رمضان جوزي في الجنان مقاما، الصوم لي الله قال فصم له، الصوم لي الله قال فصم له، يا عبد واستغفر به الآثام، لهلال شهر الصوم كبر
في السماء كبر في السماء ملائك لهلال شهر الصوم كبر في السماء ملائك لتهنئ الإسلام لتهنئ الإسلام بحلوله والصوم من حسنته لتهنئ الإسلام بحلوله والصوم من حسنته تتذكرون أراملا ويتامى الصلاة والسلام عليك اللهم صل وسلم وبارك عليه صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلوا على طه الأمين من جاء بالحق المبين صلوا عليه صلوا عليه صلوا عليه أجمعين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم الزهر بل له الندى والطير غنى وأنشدا الزهر بل له الندى والطير غنى وأنشدا والكون في فرح بدا والكون في فرح بدا لميلاد خير المرسلين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم عليه أفضل الصلاة والسلام وعلى آله وأصحابه وسلم أجمعين. الحقيقة يعني ما شاء الله ربنا سبحانه وتعالى حباك بصوت عذب، ويعني كل المواصفات المثالية لتصبح يعني المنشد المميز. وأنا سعيد الحقيقة بوجودك معنا النهاردة ومع كل السادة المشاهدين في بيت العيلة، وعاوزين ناخد منك برضو شوية نصائح كده بقى للقرآن الكريم ولحفظ واستذكار القرآن الكريم، تنصحنا بإيه؟ أول حاجة أولا تخصيص الوقت. تخصيص الوقت للقرآن إن شاء الله حتى لو ربع ساعة في اليوم. تمام. لو مثلا حتى يعني المثل إيه، المثل عربي يقول قليل دائم خير من كثير منقطع. صحيح. فأنا هبتدي إن أنا أحفظ أو أدرس أو العلم يعني عموما يحتاج إلى تخصيص الوقت. أنا متعود اليوم كل يوميا قبل النوم بنصف ساعة بأتلو القرآن، بأحفظ يعني بعض من القرآن من آيات الله. والإمام الشافعي يقول: أخي لن تنال العلم إلا بست: ذكاء وحرص
وافتقار وغربة وصحبة أستاذ وطول زمان. فهو محتاج ان انت لازم الاستاذ، لازم المعلم، لازم الشيخ او دي حاجة مهمة. المحفظ. يعني الواحد ايه تخصيص الوقت، وبعد كده ان انا عشان نقرأ بالطريقة صحيحة طبعا. تقرا اللي بالطريقه، عايز يحفظ يعني. احكام التجويد. احكام التجويد. واليوم التكنولوجيا لم تترك شيء. في على الانترنت تنزل تطبيق ايات القران او اي تطبيقات اخرى موجوده على يعني على الموبايل. فيعني ايه التكنولوجيا لم تترك شيء على اليوتيوب، ويعني ما شاء الله وسائل التواصل صحيح. كثيره يعني. فتخصيص الوقت والمواظبه مع ايه، مع شيخ او معلم. وتاني حاجه بقى ايه، يعني ايه علاقته، الواحد يحسن علاقته بربنا سبحانه وتعالى. صحيح، ده لكل واحد عاوز يحفظ القرآن الكريم. طيب انت بقى بالنسبة لك كحافظ للقرآن الكريم، كيف تحافظ على هذا الحفظ؟ اول حاجه يعني ايه، يعني هل لابد ان تقرأ القرآن الكريم كاملا؟ هل بتروح لحد يراجع معاك باستمرار تتأكد من انه دائما هو الحفظ؟ المراجعه يجب، يعني فرض المراجعه، فرض ان الواحد لكن الامام الشافعي بيقول شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. فالعلم يحتاج يعني إيه علاقته بربنا سبحانه وتعالى تكون إيه قوية. فيعني إيه يعني الحافظ الموقف ده اعتقد يعني ان كتير من الناس يعرفوه. الامام الشافعي كان بيحفظ كان من القرآن العباد ومن الكريم الزهاد بشدة. قال يعني انه كان بيخفي الصفحة عشان مجرد ما عينه بتقع كان سريع الحفظ. سريع، فكان ينظر الى صفحة ويداري الصفحة الاخرى حتى لا تقع عينه عليها فيحفظها اخرى وتدخل الايات في لا بعضها. كان عبقري عبقري. ففي مرة من ذات المرات يعني حدث حادثة كده بسيطة يعني. فيعني رأى شيئا كده وجد ان هو ما بقاش بيحفظ زي الاول. الحفظ تأثر معه. فشكى الى شيخه وكيع سوء الحفظ فارشده الى ترك المعاصي. وان نور الله بأن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. فهو يعني حفظ القرآن يجب أن يتمتع بأخلاق جيدة والدين المعاملة، يتمتع بحسن السيرة يعني بقدر المستطاع. يعني ما الإنسان خطاء بطبيعته يعني. فبس الإنسان يحافظ على علاقته بربنا، يحافظ على فرائضه، يلتزم بالورد اليومي. واللي يحفظه دائما يراجع عليه. يعني ما يعتمدش على انه حافظ وخلاص بقى فيتركه. والتسميع على يد شيخ او محفظ او معلم، تمام. ده شيء مهم يعني للغايه، ان هو يسمع دائما باستمرار يعني. طيب رمضان ان شاء الله على الابواب. تنصح الساده المشاهدين بايه في هذا الشهر الكريم لكل بقى من يريد ان يعني يبدا بدايه جديده مع الله سبحانه وتعالى؟ وكلنا طبعا بنقرأ القرآن الكريم في رمضان ونختمه يعني قدر المستطاع. ولكن طبعا يعني أغلبنا يعني يمكن لا يستطيع قراءة القرآن بالطريقة الصحيحة وبالأحكام. وطبعا هو فرض كفاية، ولكن يعني الاجتهاد فيه مطلوب. فالنصائح اللي تقولها للسادة المشاهدين خلال هذا الشهر الكريم عشان يغتنموا من القرآن الكريم قدر المستطاع تنصحهم بإيه؟ والله أولا يعني سماع القرآن باستمرار، تمام. ألا بذكر الله تطمئن القلوب يعني. صحيح. أعتقد دي زي ما حضرتك قلت هي متوفرة يعني. ممكن القرآن الكريم موجود بكل أصوات كل التكنولوجيا لم تترك شيء. تاني حاجة برضو إيه يعني يعني حسن الأخلاق، معاملة الجيرة الطيبة. تمام. معاملة الجيرة الطيبة يعني الناس تتعامل بحسن خلق وحسن تعامل بين الجيرة. الشحناء مثلا، لو في انا حزين او مختلف مع جاري بحاول ان انا ايه احسن علاقتي. لو ما كانش ان انا مثلا هيبقى في اختلاط او كده، هيبقى يعني السلام عليكم وعليكم السلام. صحيح. تمام. قول لي فضيلة الشيخ، انت كنا بندردش قبل الهوا قلت لي ان انت من اسوان، من صعيد مصر. من صعيد مصر. ايه الفرق اللي بتشوفه يعني بما ان احنا نتحدث عن الجيرة وحسن الجيرة؟ ايه الفرق بين الجيرة في الصعيد وفي مصر؟ ايه اللي لمسته؟ هو يعني بالنسبة للصعيد هم يعني قبائل عربية
تمام. اصلها يعني قبائل عربيه تمام توافدت من شبه الجزيره العربيه وسكنت في الصعيد، خصوصا في اسوان يعني. فالطابع العربي القبلي موجود، يعني العرف يعني سائد في الشدائد. كلكم عارفين بعض طبعا. ايوه كلنا نعرف بعض. والحاجه الثانيه العرف والتقاليد، يعني ايه معلش احترام الكبير. معلش دي واحده ست، ما ينفعش ان انا اتخانق مع واحده ست. ده طفل صغير لازم ايه يعامل بالحسنى. يعامل بالحسنى. في اخلاق هي يعني ايه اتولدنا بيها تمام، تربينا عليها وعادات وتقاليد. احنا هنا في مصر يعني شويه بنفتقد هذه الاشياء. ما بنعرفش جيراننا اللي ساكنين معانا في العماره مين هم، ولا يعني بنشوفهم بالصدفه. مش هنقول ما فيش معاملات، ما فيش سؤال، لا واحنا ما نعرفهمش اصلا يعني. الحياه اتغيرت تماما. خلينا بقى نخرج من هذا المود، وندخل في مود اخر ونستمع الى انشوده اخرى. هتسمعنا ايه؟ حاجة من تأليف الشاعر أحمد جمال مدني. هو من أسوان، وهو كان يمثل مصر في جائزة مسابقة أمير الشعراء. من منهل النور يسقى صفو زمزمه. من منهل النور يسقى صفو زمزمه. من منهل النور، من منهل النور يسقى صفو زمزمه، حتى جرى سلسبيل الوحي في فمه. شكوت شوقا، شكوت شوقا، شكوت شوقا أذاب القلب من وله. شكوت شوقا أذاب القلب من وله. فهل يحن إلى شكوى متيمه؟ فكم جراح بجسمي من لظى ألم. فكم جراح بجسمي من لظى ألم. تئن شوقا إليه، تئن شوقا إلى تقبيل بلسمه. صلى عليك إلهي كل ثانية، صلى عليك إلهي كل ثانية.
وكل من داح طير في ترنمه. الصلاة والسلام عليك سيدي يا رسول الله. عليه افضل الصلاه والسلام. قول لي يا شيخ احمد، انت بتقضي شهر رمضان الكريم هنا في القاهره ولا بترجع الصعيد؟ والله يعني أنا أصلا مهندس زراعي، مهم. فدايما بشتغل يعني في مجال الزراعة وكده. مهم. بس بنزل البلد يعني قبل العيد كده لازم نحضر يعني. صحيح. نحضر مهم. فترة 2 كده، نحضر برضو أجواء السحور يعني كده. صحيح، مع بتبقى لها العائله هناك مع بقى. العائلة طبعا البلد هناك كلها عيله واحده بقى. كلها حلوة الحمد لله. طب هل في مظاهر مختلفه، روحانيات معينه بتشعر بيها وانت في اسوان؟ هو تختلف طبعا عن هنا؟ بتختلف. هو طبعا في أسوان المجتمع طبعا في يعني قبائل. ايه عاداتكم في شهر رمضان الكريم اه مثلا؟ طبعا كل قبيلة لها ديوان أو ديوان العائلة بيسموا، أو دار زي دار المناسبات هنا في القاهرة يعني. مهم. فدار المناسبات دي بتاعت العائلة، مخصصة للعائلة، بيتم فيها سهرات رمضانية. كل يوم رمضان طول شهر رمضان؟ طوال شهر رمضان. مهم. وفي أحيانا بعض العائلات بتفطر في دار المناسبات أو في ديوان العائلة يعني. مهم. يتم الفطار والسحور فيها. العيلة ده كلها كان قديم. بتتجمع يعني؟ ده كان قديما. حاليا السهرة الرمضانية من بعد التراويح، مهم. صلاة التراويح، بتفتح الديوان وفي قراءة للقرآن وفي خطابة، بتبقى في أجواء يعني دينية كده، الله. زي احتفال ديني مهم. يومي بيتم مهم. في ديوان العائلة. صحيح. آه. فيعني حاجة بصراحة ممتعة، حاجة تقضي شهر ممتعة. رمضان يعني كما ينبغي. وبيتم فيها ختمات يعني. مهم. ختمان بتختم، في ناس بتختم القرآن يعني، في بعض مهم. الدواوين بيختم القرآن. مهم. فبتسمع بالليل دايما القرآن بيبقى شغال باستمرار يعني بالليل. صحيح. صحيح. طيب، لو هنرجع مرة أخرى للتواشيح، وقلنا إنه هنا في مدارس وفي نقابة. أنت بدأت مشوارك إزاي مع الإنشاد؟ أنا بدأت طبعا يعني أول حاجة بدأت إن أنا ما كنت ببحث يعني. إحنا عندنا مهم. طبعا الإنشاد هو موجود يعني، الطرق الصوفية مهم. متواجد فيها الإنشاد يعني باستمرار. بعد كده ابتديت إن أنا أقدم في مسابقات. تمام. بعد كده ابتديت إن أنا أتعلم المقامات. مهم. تعلمت المقامات. وبعد كده شوية شوية التحقت بمدرسة الإنشاد الديني. مهم. وبرضو في معهد الإذاعة والتلفزيون برضو خدنا دورة تدريبية في الإنشاد؟ في الابتهالات الدينية مهم. في الإذاعة والتلفزيون هنا، تبع معهد الإذاعة والتلفزيون. فبرضو يعني في بعض الأشخاص بصراحة أفادوني جدا يعني في هذا العمل يعني. أشكرهم. أشكر أستاذي الأستاذ محمد الحسيني، يعني له أفضال كثير علينا. الشيخ طه الاسكندراني، الشيخ محمود التهامي، يعني كل أشكر شيخنا الشيخ عبد المطلب البودي، يعني له أفضال علينا كثيرة. فبجميع يعني لازم الواحد يتعلم من الشيوخ، يتعلم من هو أكبر منه سنا وأكثر منه خبرة. صحيح. لابد ان الواحد يكون دائما متجدد. هل المشكله في الانشاد قله الكلمات ولا ايه؟ لو انت شايف انه في مشكله في الانشاد، هي ايه؟ ولو اننا يعني بالرغم من اي مشاكل ممكن تكون موجوده في الانشاد، الا اننا لازلنا متميزين ودائما متصدرين الحقيقه في الابتهالات الدينيه. بص، هو طبعا الابتهالات يعني لو خلاص انا هبتهل، خصوصا ابتهالات الفجر، ما فيش ابتهال بيبقى بالعاميه، لازم تكون باللغه العربيه الفصحى. صحيح. تمام. انت عايز حد يكتب ده باللغه العربيه الفصحى ويلحنه كمان. ويلحنوا. زمان يعني في القرن الماضي كان المبتهل يعني بيمشي بنوتة موسيقية. ملحن بيلحن
قصيده ماشي ايه، ماشي فيها بايه، بالثانيه. تمام. ماشي بيها بالسنتي. يعني بيضع قدامه النوتة الموسيقية النوتة الموسيقيه، وهو حافظ الكلمات. حافظ الكلمات. هي بتبقى ملحنه له، هو بيبقى مدرب على اللحن ده. مهم. تمام. مثلا نسمع الشيخ طه الفشني مثلا، يعني مثلا الشيخ طه الفشني ايها المختار. عندنا الشيخ النقشبندي، مولاي اني ببابك، ده مهم. لحنها له بليغ حمدي. مهم. الملحن بليغ حمدي رجل موسيقار، فهو لحن له ايه، اللي هي مولاي اني ببابك. مهم. فكان بيمشي بنوتة يعني ملحنة، ماشي بيها ايه، ماشي بيها ايه بالصمت، ما لا فيش يغير فيها أي لا شيء غير يعني. فيها اي شيء. مهم. تمام. اللي هو الملحن بيقول عليه هو بيعمله. مهم. لكن دلوقتي اصبح اغلب المبتهلين مهم. لا لازم ايه، يعني يجود من عنده. مهم. فلازم يجود بقى ايه، يعني هيعمل باحساسه، هيقول باحساسه. مهم. للأسف وقت فقرتنا انتهت. احنا كنا لسه عايزين نستمتع بيك ربنا أكتر يبارك. وأكتر، بس أنت ربنا بجد أمتعتنا ربنا يبارك في فيك. هذه الأمسية والسهرة آمين. الجميلة. آمين. شكرا ليك، ودايما تنورنا ربنا يبارك على خير. الأستاذ أحمد سالم المنشد الديني، نورتني يا فندم. ربنا يبارك في حضرتك. أعزائي المشاهدين، خلصت فقرتنا الأولى. يا رب نكون استمتعنا بهذه السهرة الجميلة وهذا الإنشاد من هذا الصوت العذب. وهنروح لفاصل. بعد الفاصل هنرجع مع فقرة حوارية ثانية في هذه الحلقة، وفقرة مهمة لأنه الحديث فيها عن التغيرات المناخية. إيه اللي حاصل في الجو، وده تأثيره إيه علينا؟ احنا مش عارفين ده صيف ولا شتاء. الصيف والشتاء خلصت بسرعة، والصيف بقى كتير، والجو مش مظبوط، درجات حرارة مرتفعة قوي، منخفضة قوي، في حاجة مش مظبوطة. يا ترى ايه الأسباب والتأثير ده ايه؟ ده اللي هنعرفه إن شاء الله من الأستاذ محسن شعبان، صحفي بجريدة تحيا مصر، وهيكون ضيف على الزميلة العزيزة رانيا حامد بعد الفاصل. انتظرونا.